في عالم الطيران الحربي لا يمكن الحكم على قوة أي مقاتلة من اسمها أو شهرتها فقط، فالقوة الحقيقية تعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل مثل التكنولوجيا، الرادار، التسليح، المدى، القدرة على المناورة، والحرب الإلكترونية. ومن هنا يظهر الجدل دائما حول أيهما أقوى: المقاتلات الثقيلة ذات القوة النارية الهائلة، أم المقاتلات الأخف والأكثر ذكاء وتطورا تقنيا. وتعد المقارنة بين الرافال وإف 15 اس اي مثالا واضحا على هذا الجدل، حيث تتفوق كل مقاتلة في مجالات مختلفة حسب سيناريو القتال وطبيعة المهمة، وهو ما يجعل الحكم النهائي نسبيا وليس مطلقا. في المركز الخامس، ميراج 2009. الاستخدام: دفاع جوي، اعتراض، ضرب أهداف محددة. مميزاتها: سرعة عالية، دقة جيدة في الهجوم أقل تطورا من اللي قبلها. الدول المالكة: الإمارات العربية المتحدة. في المركز الرابع، اف 16 بلاك 52 على 60. فيبر شرطة مائلة ديسرت فالكون. الاستخدام: مقاتلة متعددة المهام، ضرب أهداف أرضية، دفاع جوي. مميزاتها: مطورة بأنظمة حديثة موثوقة وسهلة التشغيل، فعالة جدا في المهام اليومية. الدول المالكة: الإمارات العربية المتحدة، مصر، الأردن. في المركز الثالث، يورو فايتر تايفون. الاستخدام: سيادة جوية، اعتراض سريع للأهداف، ضربات أرضية متطورة. مميزاتها: ممتازة في القتال الجوي القريب، سرعة ومناورة عالية، رادار متطور. الدول المالكة: المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان. في المركز الثاني، داسوت رافال. الاستخدام: مقاتلة متعددة المهام، قتال جوي زائد، ضرب بري زائد بحري، مهام دقيقة بعيدة المدى. مميزاتها: أنظمة حرب إلكترونية قوية، صواريخ جوجو بعيدة المدى، مرونة عالية في القتال. الدول المالكة: مصر، قطر. في المركز الأول، اف 15 اس اي. الاستخدام: سيادة جوية كاملة، ضرب أهداف أرضية بعيدة المدى، اعتراض وحماية المجال الجوي. مميزاتها: رادار ايه ايه اس ايه قوي جدا، حمولة صواريخ ضخمة مدى طويل، وقوة محركات عالية. الدولة المالكة: المملكة العربية السعودية،